كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جدة لن يحاول ضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بعد التعنت الذي واجهه من إدارة نادي الريدز خلال فترة الانتقالات التي أغلقت أبوابها في الدوري السعودي منذ ساعات. وأكدت الصحيفة اليوم السعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لن تحاول التعاقد مع اللاعب في الشتاء المقبل بعد فشله في ضم اللاعب هذا الصيف. وكان نادي اتحاد جدة قدم عروضا خيالية لضم محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية، ووسط رفع إدارة نادي ليفربول شعارا هو أن اللاعب ليس للبيع. ووصلت عروض اتحاد جدة لضم محمد صلاح إلى 215 مليون جنيه استرليني كعرض أخير تم تقديمه في آخر أيام سوق الانتقالات السعودية، مما يجعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. وفشلت صفقة ضم اتحاد جدة لمحمد صلاح رسميا، وذلك بعد أن أغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي أبوابه في منتصف ليل الجمعة، ومعها كانت نهاية قصة محمد صلاح التي أعلن معها بقاء اللاعب في ناديه هذا الموسم. على الناحية الأخرى محمد صلاح يلعب الآن لصالح المنتخب الوطني المصري لكرة القدم في انتظار مباراة ودية بين مصر وتونس بعد مباراة في تصفيات الوصول لكأس الأمم الإفريقية بين مصر وأثيوبيا والتي لم يشارك فيها محمد صلاح، إلا أن ثابت أن محمد صلاح سيلعب لصالح المنتخب المصري عدة مباريات قبل أن يعود أدراجه إلى ليفربول ليلعب في باقي البطولات الأوروبية، سواء البطولة المحلية في بريطانيا أو في دوري أبطال أوروبا. محمد صلاح الذي يعول عليه المصريون كثيرا في تلك المرحلة يعلم جيدا قيمته وتاريخه، ويحسب حسابا كبيرا لكل خطوة من خطواته، ويبدو أنه يعرف قيمة الدوري الإنجليزي بشكل واضح وأنه لديه أهداف كبيرة، فلا يزال محمد صلاح يبحث عن الكرة الذهبية ويعمل لها حسابا كبيرا. المؤسسة الرياضية التي يتبعها محمد صلاح مؤسسة مرنة وتعمل بخيوط متداخلة لتصل بأفكاره إلى مستوى مرتفع، حيث يتخذ قراره بناء على قرار مؤسسي وليس على قرار فردي يقوم بنفسه بفعله. ليفربول ومحمد صلاح قصة نجاح كبيرة جدا ارتبطت بالنجم المصري محمد صلاح الذي يواصل تألقه في ليفربول، حتى أن النقاد يرون أن المباريات التي يلعبها محمد صلاح لصالح ليفربول تختلف تماما عن لعبه لأي مباراة لأي فريق آخر، حتى الفريق المنتخب المصري ذاته محمد صلاح لا يعطيه ولا يقدم له ما يقدمه في ليفربول. قد تكون المنظومة في الكرة البريطانية أو الإنجليزية هي التي تساعده على التفوق في لعبه وطريقته أكثر من المنظومة في الداخل للمنتخب المصري. في نهاية القول فإن محمد صلاح رفض العرض السعودي، وبناء عليه كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جدة السعودي لن يحاول ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بعد التعنت الذي واجهه من إدارة نادي الريدز خلال فترة الانتقالات التي أغلقت أبوابها في الدوري السعودي منذ ساعات.